بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلام البنات، واش راكم حبيباتي؟ تأخرت عليكم وطولت عليكم، الله غالب ماشي بيديا، هذه كان ظروف تاع الانترنت. والله لا توحشتكم حبيباتي، ونشكر كل وحده حوست عليا وسقست عليا. نشكركم كامل حبيباتي، ونرحب بالمشتركات الجدد. نقول لكم مرحبا بكم في مطبخ سارة. نتمنى يعجبكم الوصفات. والبنات نروحوا الى طريقة التحضير. عندنا اليوم جراتان شوفلور حصري على قناتي حبيباتي. المهم يا البنات ندخلوا نشوفوا طريقة التحضير. عندي يا البنات هنا راس شوفلور صغير، ولا يقولوا له الزهرة، ولا كل واحد كيفاش كل بلد وكيفاش يقولوا له البروكلي. هنا يا البنات نحكموا الشوفلور تاعنا ولا البروكلي، نحولوا كامل هذوك الاغصان، ما نسحقوهمش، هذوك الاغصان العاصيين كامل نحوهم لهم هذوك الاوراق. خاصة المبتدئات ما يعرفوش كيفاش ينحوا هذوك الاغصان، نحوهم لهم كامل كيما راني نوريكم. كيما راكم تشوفوا نحو تاني هذوك البيوضه اللي يجوا الداخل، شوفوا اغصان يجوا الداخل متخبيين، نحاولوا نحوهم كامل. هذوك اغصان يجوا عاصيين بزاف وماشي ملاح البنات، نحوهم كامل، نقوا كامل الحبه تاع الشوفلور هذه ولا الراس تاع الشوفلور، نقسموها على النصف، نقسموه في النصف، نختاروا هنايا الحبات، نحو كامل هذوك الاسود من الفوق. شوفوا البنات انا نحو كامل هكا، غير على من الجهه الفوقانيه ما نحوش كامل، غير هكاك. شوفوا هنا نحي في الاغصان اللي راهم كاينين، نحي هذاك الجزء اللي تبقى، هذاك يابس، هذاك ما يطيبش مليح، نخلو غير الاجزاء اللي طيب. نحو كامل هذاك الاسوداد، هذاك الغبره، هذيك غبره والتراب الاتربه الشوفلور كي يكون راح يخسر من الفوق يدير هذيك الكحوليه، يبدا يتاكسد هكذاك في الهواء، يدير هذيك الكحوليه. ومن بعد البنات هنايا ما حبيتش نحي لكم كامل الفيديو، ما حبيتش نحي لكم خاصه المبتدئات اللي جامي نقاو الشوفلور، اللي جامي ننظفوا اللي عمرهم ما نظفوا البروكلي، نعلم لكم كيفاش نحوه. هنا البنات سرعت الفيديو باش نوريكم باللي هنا سرعت يا البنات الفيديو. هنا البنات بعد ما نقيتو كل شيء شللتو مليح، نحيت له كامل هذوك الاتربه، نزيد نخليه في الماء والخل، ندير له الخل ونخليه واحد الربع ساعه باش نضمن باللي كامل الاتربه خرجوا كامل من هذوك التشققات نتاع البروكلي ولا الشوفلور. نضمن كامل هذوك الاتربه راحوا، خاطر يجي معمر هذاك التشققات تاعو يجوا فيهم الاتربه. حذاري خاصة اللي عندهم أمراض الكلى، هذوك ثاني حذاري عليهم، ساكن استحفظوا عليهم على وليداتنا الصغار. هنا البنات بعد ما نظفتو مليح وشللتو مليح، نحيتلو كامل هذاك الخل، شللتو مع الخل، ونحيتلو كامل الميكروبات، نديرو يتفور كيما تحبوا البنات. كاين يغليه، كاين اللي يفورو، كل واحد وكيفاش. انا نحب نفورو، مره نفورو مره نغليه. هنا حبيت نفورو باش وثاني نقول لكم حاجه البنات، الخل راح ينحيلو 30% من الرائحه تاعو كي يكون يفور ولا كي يكون يغلي، فهمتوني البنات. ندير له هنايا الملح كيما راكم تشوفوا، ندير له الملح ونخليه يفور. هنا البنات راني دايرته يفور في الكسكاس، خليته هنايا حتى يفور يذوب كامل، خاطر راح نرحيه. بعدها البنات بعد ما فار لي كامل وطاب لي هذاك الشوفلور كامل، صدقوني البنات ريحه تاع الشوفلور كاع ما كاش في الدار، سورتو كي ديروا له الخل يتخلوه واحد ربع ساعه هكاك فيه. اولا نحيلو الغبره وهذيك الاتربه والميكروبات، ثانيا يقضيلو على الرائحه تاعو 30% ينحيها له كامل ما تشموهاش في الدار. هنا البنات بعد ما مرستو درت له شويه فلفل الكحل، ذقته وشفتو الى مستو، زدت له شويه ملح ودرت له شويه قرفه، غير شويه برك البنات ما تكثروش. نمرسو نخلطو كامل الخليط، نهرسوه، نروحو للحشو اللي راح نديروه. عندي هنايا 200 غرام تاع اللحم المفروم،
عندي شويه قزبر، عندي 3 سنينات تاع ثوم، شويه فلفل احمر، شويه كركم، شويه كمون، شويه كرويه، وشويه نتاع القرفه كيما راكم تشوفوا، وشويه نتاع الفلفل الكحل، خاطر حنا ما نحبوش بزاف الفلفل الكحل، درتو برك على الرائحه تاع الشوفلور، وشويه تاع الملح، ونضيفوا ملعقه، نصف ملعقه صغيره من مربى الطماطم ولا من معجون الطماطم كونسونطري، طماطم كونسونطري كما راكم تشوفوا البنات. نديرو ملعقه تاع زيت، هنايا البنات درت ملعقه تاع زيت، ومن بعد ضفت ملعقه في هنا كما راكم تشوفوا نصف ملعقه تاع طماطم. كما قلت لكم البنات هنا ضفت ملعقه تاع زيت، وكي كنت نطيب حسيتو ما فيش ليدام بزاف، لخاطر منين داك يجي اللحم المفروم يديروا له بزاف ليدام، يطلق ليدام في المقله. انايا كي شفتو هنايا ما فيش ليدام بزاف، زدت له ملعقه واحده اخرى، تما درنا له 2 ملاعق نتاع زيت. نتوما البنات ما تكثروش الزيت، شوفوا قبل الفيونداشي تاعكم ولا اللحم المفروم الى فيه الدهون ما تزيدولوش الزيت، خاطر هو راه يطلق الدهون في المقلاة. هنا نخلطوا كل شيء البنات مع بعض، ونخلو اللحم المفروم تاعنا يطيب في غرضه حتى يطيب كامل، يطيبوا كامل المكونات. هنا البنات بعد ما طاب كامل اللحم كما قلت لكم، نزلت له الملعقه الثانيه تاع الزيت، خاطر شفتوه ما فيش الدهون، ما فيش الدهون بزاف، تما راح يجي ناشف الفيونداشي تاعنا. درت له شويه، زدت له ملعقه ثانيه نتاع الزيت، وخليته يزيد شويه فوق النار. هنا البنات بعد ما طاب لي خلاص راح نحيه نحطه بجيه. بعدها هنايا البنات نروحو نجيبو المكونات تاوعنا. دي هنا هذا البيشاميل، لاصوص بيشاميل، دوك نحط لكم الرابط تاعها، راني دايرته في شحال من فيديو. وهنايا نجيبو البيركس تاعنا، نحطو الشوفلور او البروكلي تاعنا، كنا درنا فيه فلفل الكحل والقرفه، ونديروا له شويه تاع مايونيز ونخلطوها هكا كيما راكم تشوفوا يا البنات. ومن بعد نسقموه كامل نسقموه كامل في البيراكس هذاك. نديروا الطبقه التحتانيه هي الشوفلور، بعدها الطبقه الثانيه هي اللحم المفروم كيما راكم تشوفوا البنات. درنا ومن بعدها درنا الطبقه الثانيه اللحم المفروم، والطبقه الثالثه اللي بقى من البروكلي ضفنا له شويه تاع ضفنا له شويه تاع بيشاميل، وخلينا شويه تاع بيشاميل باش نضيفوها من الفوق. هنا راني راح نضيف الطبقه الثالثه، نضيفها من الفوق كيما راكم تشوفوا. هنا البنات راه كيما ضفنا الطبقه الثالثه نعاودو نديرو البيشاميل من الفوق. كيفيه سهله واقتصاديه يا البنات، وتقدروا ديروها في اي وقت، وكما راه الشوفلور راه متوفر وهذا هو الوقت تاعو. هنا البنات بعد ما كملنا كلش درنا البيشاميل من الفوق، راح ندخلوها في الفرن. بعد ما نشوفوا البيشاميل من الفوق نشف، نشعلوا لها من الفوق، نشعلوا لها اولا من التحت حتى نشوفوا البيشاميل نشفت من الفوق، نشعلوا من الفوق. هاي لك البنات هنايا في طبق التقديم، شوفوا جاي هايل يا البنات، وجاي شهي، جاي شهي، جا روعه. حتى ولادي البنات وكي نطيبه لهم يحبوه، اخطر ما يحبوش هما البروكلي، يحبوه بهذه الطريقه، يحسبوه لا بيوغي. كيما راكم تشوفوا هايل البنات، يجي شهي وبنين روعه. المهم البنات ان شاء الله ما كنتش طولت عليكم، وكنت خفيفه ظريفه على قلوبكم، وان شاء الله تعجبكم هذا الوصفه وجربوها. اكيد راح تعجب. اللي يحب البروكلي راح يحبه، واللي ما يحبوش راح يزيد يحبه. البنات ما تنسونيش بالجيم والاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد. والى فيديو اخر ان شاء الله، وراح نحط لكم رابط البيشاميل في صندوق الوصف. والى الملتقى.